مرحبا بكم في قناة الريشة تي في. بدأ اليوم بخروج عدد كبير من المواطنين إلى الشارع والتظاهر بمسيرة سلمية ضد العودة الخامسة والتعبير عن رأيهم، وكذلك مطالبين الرئيس بالتخلي عن منصبه وأن يكتفي ب20 سنة التي قضاها في الحكم حتى الآن، وترك مشعل للشباب من أجل النهوض بمستقبل الجزائر. فالمسيرة في العاصمة وصلت إلى قصر المرادية، لكن تم منعهم من المواصلة من هناك. مع ذلك ظلت سلمية والحمد لله. وعن السبب الذي جعلهم يقصدون قصر المرادية، كشفت بعض الصفحات على الفيسبوك أن المواطنين أرادوا توصيل رسالة مباشرة إلى الرئيس وتمنى الإصغاء إليهم والرد عليهم سريعا. وكشفت أيضا أنهم يريدون بيانا رسميا من مطلبهم حول العودة الخامسة، حيث خرجت حشود كبيرة من المواطنين في مختلف ولايات الوطن عبروا عن تذمرهم من الحياة المعيشية الصعبة، وأنهم ضد العودة الخامسة ويريدون التغيير، وأنهم يريدون شخصا يخرجهم من الأزمة وتوفير العيش الكريم ومناصب الشغل للشباب المهمش. وللعلم فكل المسيرات كانت سلمية وحضارية على نحو كبير، كما نتمنى أن يكون كل شعب متحدا ضد أي شخص يريد التخريب أو يقوم بأعمال خارجة عن أخلاق الشعب. وكما قال بعض النشطاء: نحن ضد أي شخص يريد التخريب، وإن تم مسكه سوف نقوم بتسليمه بأيدينا إلى رجال الأمن، لأن هدفنا من المسيرة نبيل. كما نتمنى من هذا المنبر أن يتفاعل بعض المسؤولين الكبار مع هذه المسيرة التي تريد تغيير البلاد وضمان المستقبل أفضل للجزائريين. فهناك حاليا العديد من المترشحين الذين يطمحون إلى كرسي الرئاسة وخلافة الرئيس بوتفليقة، ومن أبرز المترشحين كرشيد نكاز الذي لقي شعبية كبيرة في مسيرته إلى كرسي الرئاسة. ولا ننسى أيضا طاهر ميسوم وغاني مهدي وبعض الشخصيات الأخرى. وفي الأخير أن يكون الشعب عند كلمته لا للعودة الخامسة ولا للتكسير والتدمير. كما لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركتنا بمرشحكم الأفضل في التعليقات، وشكرا.